في سنة 2024 شركة نورالينك اللي أسسها إيلون ماسك أعلنت عن أول إنسان في العالم اتزرعت له شريحة إلكترونية في دماغه بنجاح. الشريحة دي مش زي أي اختراع، ده جهاز متناهي الصغر بيتوصل مباشرة بالمخ وبيقدر يفهم إشارات العقل ويحولها لأوامر إلكترونية. المريض ده كان عنده شلل كامل، ومع ذلك قدر يحرك مؤشر الماوس على شاشة الكمبيوتر بمجرد ما يفكر في حركة دي. يعني لا لمس حاجة ولا اتكلم، بس فكر. وده مش كلام نظري ولا تجارب على فئران، ده حصل فعليا على بني آدم حقيقي، وتم الإعلان عنه رسميا في مؤتمر في بداية 2024. الهدف من الشريحة حاليا مساعدة الناس اللي عندهم إصابات في العمود الفقري أو أمراض زي ALS، إنهم يتحكموا في التكنولوجيا من غير ما يستخدموا جسمهم. لكن المستقبل أكبر من كده بكتير. تخيل تكتب رسالة بعقلك، تتصفح الإنترنت من غير ما تحرك صباعك، تلعب ألعاب وانت قاعد ثابت مكانك. اللي حصل ده بداية لمرحلة جديدة تماما في التكنولوجيا، مرحلة الإنسان المتصل بالآلة. وده يخلينا نسأل نفسنا، هل ده مستقبل مفيد ولا خطر على حرية وعقل الإنسان، ولا الاتنين مع بعض؟ تابعني علشان نكمل مع بعض أغرب وأخطر استخدامات التكنولوجيا اللي بتحصل دلوقتي وانت مش واخد بالك.